فتة العيد كل سنة وحضراتكم طيبين. شايفين قد ايه جميلة تتكلم عن نفسها؟ يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. انا النهاردة هعمل الفتة على لسان. اللسان بجيبه بغسله كويس واعمل له محلول نقع واسيبه منقوع ليلة في التلاجة، بعدين بطلعه اشطفه وانشفه كويس. بنزله في حلة فيها مية سخنة بتغلي، سيبه يغلي مثلا 10 دقايق، وعندي حلة تانية بضيف فيها المنكهات. اللسان غلي معايا 10 دقايق، بنقله بقى في الحلة اللي فيها المنكهات، كده انسوا يكون فيه اي زفارة ولا اي طعم مش لطيف. اضيف له كمان رشة فلفل اسود وبقفل عليه واسيبه يستوي مع نفسه. ودلوقتي تعالوا نجهز صلصة الفتة. بحمر معلقتين من التوم في شوية زيت كويسين لحد ما ياخدوا اللون الذهبي اللي حضراتكم شايفينه. بعدين بنزل بمعلقتين من صلصة الطماطم الجاهزة، عشان الطماطم لونها عندي مش افضل حاجة، بس عشان نطير طعم المادة الحافظة بنشوح الصلصة شوية. بعدين بنزل بالخل تغلي غلوة واحدة، وبعدين بنزل بعصير الطماطم. هسيبها بقى تتسبك كده مع نفسها، بس قبل ما اسيبها تتسبك هضيف لها شوية سكر. تمام جدا كده اتسبكت، هبدأ ان انا ازود لها مية او شوربة، يعني اي حاجة تحبوها. هتظبطوا القوام زي ما بتحبوه، ونظبط الملح ورشة كمون، ونرجع بقى نشوف اخبار اللسان ايه. تمام كده خلاص دخل في السوا. هبدأ ان انا املحه واسيبه كده يغلي شوية مع الملح عشان يتملح حلو. وتعالوا دلوقتي نجهز الرز. في زيت مع زبدة بلدي حلوة كده، ضفت كمان فصين مستكة ونزلت بالرز. هشوحه لحد ما لونه كله يغير، وبعدين هنزل بالشوربة والمية. ممكن ننزل بشوربة كله او مية، يعني زي ما تحبوا والمتاح عندكم. بس بما اننا اصلا عندنا شوربة فخلينا نستخدمها. هظبط ملح وفلفل، وهسيب الرز يغلي كده على نار عالية الأول. وبعد كده أول ما يبدأ إن هو يتشرب هديله تقليبة، وهدي النار خالص واسيبه على مهله. من وقت للتاني هديله تقليبة. كده تمام. اللسان كمان مظبوط جدا، بيتقشر بكل سهولة زي ما حضراتكم شفتوه. بطلعه واسيبه بقى ايه يهدى شوية ونقشره. والحاج صاحب البيت تطوع وقال ان هو هيقطع اللسان، بجد تسلم ايده، تقطيعة بروفيشنال. هسيبه بقى هو يقطع باقي اللسان، وهروح احمر العيش بتاع الفتة. والرز كان استوى. زيت برضو مع زبدة، وهنزل فيه بعيش بقطعه واسيبه كده ينشف مع نفسه. ولو مستعجلة بحطه في الفرن شوية. بحمر العيش كده لحد ما لونه كله يغير ويشرب من الزبدة دي. سلام بقى لو زبدة بلدي بتدي طعم رهيب. العيش كده تمام اتحمر حلو معايا. هبدأ ان انا انزل بشوربة. بس يا جماعة انا ما بكترش شوربة للفتة، انا عايزة العيش يبقى متحمص كده وبيقرمش، مش عايزينه معجن. وكده العيش جاهز معايا، وزوجي العزيز مشكور. قطع اللسان، هبدأ ان انا اخده احمره. ممكن نحمر اللسان في زيت مع زبدة، بس الأحلى يا جماعة اللية. حمروه في ليا وخدوا تيست رهيب. حمرت اللسان كده وجهزت الفتة، كل حاجة جاهزة خلاص. قدمتها بقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. وكالعادة لو وصلتوا معايا لحد هنا بشكركم جدا، وبفكركم لو بتشوفوني لأول مرة ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي، وما تنسوش اللايك. كل سنة وحضراتكم طيبين. اشوفكم الفيديو الجاي على خير.